الإمام جعفر الصادق يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو يستشهد بجعفر الصادق الذي ينسب إليه الشيعة مذهبهم الجعفري ويعتبرونه سادس أئمتهم. فهل استشهد الشعراوي بإمام للشيعة؟ الحقيقة أنه استشهد بإمام من أكبر أئمة أهل السنة، ولولا ما دسه الوضاعون والكذابون على فتاواه، وكذلك لولا الظرف السياسي لكانت فتاواه مذهبا من مذاهب السنة مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمهم الله جميعا. وجعفر الملقب بالصادق هو جعفر ابن محمد الملقب بالباقر ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه الحسن. وصل اللهم وسلم وبارك صلاة وسلاما دائبين متلازمين على جده نبينا ورسولنا الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جعفر إماما من أئمة أهل السنة، أخذ عنه أبو حنيفة ومالك وغيرهما، وقوله معتبر عند أهل السنة قديما وحديثا. ينقل عنه وعن أبيه محمد الباقر فقهاء السنة، ينقل عنه وعن أبيه محمد الباقر فقهاء أهل السنة ومحدثوهم كثيرا. وصفه الذهبي في السير بأنه شيخ المدينة. وأورد الحافظ ابن حجر العسقلاني المولود في الفسطاط بمصر في شعبان سنة 773 للهجرة في كتابه تهذيب التهذيب جملة أقوال من فقهاء أهل السنة عنه، منها عن إسحاق بن راهويه أنه قال للشافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: ثقة. وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. وعن زهير بن معاوية قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال جعفر: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وقال حفص ابن غياث: سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه. وقد اعتبرت حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات، ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره. وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة. وقال مالك بن أنس: اختلفت إليه زمانا، أي ترددت عليه زمانا، فما كنت أراه إلا على 3 خصال: إما مصل، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث إلا على طهارة. وخلاصة هذه الأقوال أنه ثقة ادعى عليه الكذابون ما لم يصدر عنه، كالطعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما نفاه جعفر الصادق بأوضح عبارة، علما بأن أبا بكر رضي الله عنه جده مرتين، فأم جعفر الصادق هي فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. ولهذا قال: ولقد اشتكيت شكاية، يعني أصبت بمرض، فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وجدة جعفر الصادق أم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال ابن عيينة: حدثونا عن جعفر بن محمد قال: كان آل أبي بكر يدعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان آل أبي بكر يعتبرون من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسب الوضاعون إلى جعفر الصادق ما لم يقله ليوافق مذهبهم المبتدع، وإلى هذا أشار ابن حبان في قوله: يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه، وقد برأه مما وضعه الوضاعون قائلا: ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره. ومما قاله جعفر الصادق متبرئا مما أسندوه إليه: من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. وسئل عن أبي بكر وعمر فقال لمن سأله: إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة. وفضلا عن إساءة الكذابين والوضاعين فقد أساءت إليه خصومة دولة بني أمية له. وإلى هذا يشير الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما أورده من أن مالك بن أنس لم يروي عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس، يعني حتى حلت الدولة العباسية محل الأموية، وأنه كان لا يروي عنه حتى يضمه إلى آخر، يعني حذرا من أن يعتبر النقل عنه منفردا اتفاقا سياسيا معه. وفضلا عن فقهه كان جعفر الصادق عالم فلك ومتكلما وأديبا وفيلسوفا وطبيبا وفيزيائيا رحمه الله.